تهيئ كان جيد، تهيئ جيد من ياسين الصيان، فقط بثلاث مدافعين. اسكيتوي عجيب عجيب، اسكيتوي ما زال يحافظ على لاعبين في الخط الامامي، وهذا يبين بانه المدرب يريد ان يترك مدافعي فريق الرجاء في خط الوراء. كرة امامية الان، باب عمر، تغيير بعد لحظات لفريق الحسنية، محاولة من باب عمر، محاولة من باب عمر، ولكن محاولة الآن، محاولة لفريق الرجاء البيضاوي. باب عمر يهيئ، باب عمر الآن يرسم ويخطط ويحاول التمرير والإبعاد، وكوكو الآن يتحول كوكو إلى آخر مدافع. إسماعيل الحداد الآن، إسماعيل الحداد ذكي سكيتشوي، لأن الحداد كان وحيد ومنفرد ويضيع كثيرا، أقحم معه لاعب آخر في الخط الأمامي، والحكم يقول ضربة خطأ. انتهى كل شيء، الحسنية في غفلة من الجميع، الحسنية في غفلة من الجميع. من سدد بغت الجميع، سفيان طلال، سفيان طلال ينبعث من جديد ويسجل الهدف الثاني للرجاء. الفريق الحسنية كان لاعبا سابقا لرجاء. سفيان طلال علاقة خاصة لهذا اللاعب مع عائلة سكيتوي، انتدبه طارق سكيتوي وبتوصية وبتزكية من طارق سكيتوي لعبد الهادي أخي الأكبر، استطاع أن يضمن البقاء وأن يرفض التأشيرة للبقاء بالحسنية. سفيان طلال يبافي ترجاؤنا بوقت محمد الخامس، هدف جميل، وحمزة مرزوق يبحث عن هجمة ويبحث عن ضربة جزاء. سفيان طلال يسجل الهدف ويصعد مأمورية مأمورية الرجاء البيضاوي، يصعد مأمورية الرجاء البيضاوي، إنما أقول يقتل مأمورية الرجاء البيضاوي بهدف القاتل. كما قلت البعث من جديد، هذا اللاعب بتوصية من طارق سكيتوي استطاع أن يضمن بقاء. محاولة لفريق الرجاء البيضاوي، مباراة عجيبة، مباراة عجيبة. بورسوق يسجل، بورسوق يسجل ويعيد الأمل للرجاء، ويعيد الأمل للرجاء، وكأنه يقول للجماهير التي بدأت تغادر مركب محمد الخامس لا ترحلوا عنا، فلن يتبقى سوى هدف وبإمكاننا أن نعود في النتيجة. مباراة بطعم آخر. سفيان طلال حقق التفوق للحسنية، وحمزة بورسوق بتمريرة من المايسترو ياسين الصالحي، والهدف العودة في النتيجة، العودة في النتيجة. إذا حوار آخر، ما زالت الدقائق مستمرة، للحسنية ضمنت البقاء، للحسنية ضمنت البقاء. عفوا، فريق الحسنية صار هناك تغيير، بالفعل الحسنية ما زالت في شعبة تعتقد تغيير رهيبة وعجيبة. الدقائق القادمة ستكون رهيبة وعجيبة من محاولة يمكن نقول بأنها خاطئة. خطرت الرجاء تمريرة أمامية، وفي موقف تسلل الراية تحجبك يا حمزة مرزوق عن التسجيل خلال هذه المحاولة. حتى مرزوق يبقى خطير في كل المحاولات الأمامية. بالفعل محاولة ضائعة. إذا نتابع الآن تنفيذ التسلل المجد هشام. إذا ما زالت المباراة لم تحسم، للحسنية ضمنت البقاء، للحسنية ضمنت بقاء النتيجة بهذه الطريقة، والرجاء وضعت كل أسلحتها والآن تبحث بكل الوسائل عن تسجيل هدف التعادل. محاولة باكايوكو يحصل على ضربة خطأ، ضربة خطأ خطيرة، ضربة خطأ خطيرة على مرمى الجريش. نتابع الآن، بالفعل خطيرة. القناوي الآن، القناوي، الرجاء البيضاوي، 6 لاعبي فريق الحسنية، والمجهد تمر عليها بعد أن عرف التدخل المجهد. الآن سنتابع الركنية الآن لفريق الرجاء البيضاوي، دائرية ومحاولة. الحكم لم يعلن أي شيء، الحكم
الحكم لن يعلن اي شيء. مقابله فيها جدل كبير، مباراه فيها جدل كبير وفيها حماس كبير، فيها حماس كبير. نتابع الان الركنيه. يوسف القناوي، يوسف القناوي، كره عاليه، كره عاليه والابعاد، ودائما المحاوله مستمره، وقتال من مدافعي فريق الحسنيه، قتال بين الطرفين، قتال ما بين الطرفين. القناوي محاولة والمجهد، اوي اي اي. كذلك جماهير الرجاء لها دور كبير في بقاء الحماس في المباراة. كرة أمامية الآن، محسن عبد المؤمن، إسماعيل الحداد في موقف تسلل. محسن عبد المؤمن الآن يبحث عن استهلاك الوقت. ليس هناك تسلل، ليس هناك تسلل، ولكن ليس إسماعيل الخطير، ليس إسماعيل الخطير. لاعب فريق الحسن يحاول استهلاك الوقت. فكرة ذكية، محاولة الآن لفريق الحسنية، محاولة تعود الآن، تعود الوراء، تغيير اتجاه الكرة. فكرة ممتازة الآن، سفيان طلال الوحيد، سفيان طلال الوحيد الآن يهيئ بالكعب، كرة جميلة الآن، ضغط لفريق الحسنية واستهلاك الوقت. فكرة ذكية الآن، طاووس الآن، طاووس الآن، طاووس الآن المدرب، محاولة سفيان طلال الوحيد، سفيان طلال الوحيد، ولكن ضاع من التركيز. سفيان طلال الوحيد. إذا أحد لاعبي فريق الحسنية سقط الآن. 5 دقائق وقت بدل رائع. روماويا، خروج محسن عبد المؤمن ودخول بوزلماد عبد الكريم. إذا الكرة أمامية، خالد العسكري. 5 دقائق، مرت دقيقتين، مرت دقيقتين. سفيان طلال، المحاولة، ياسين صالحي كيرفع الكرة والحارس مشى يتفادى المحاولة. جمال عبيدي سنتابع هذه المحاولة الآن. لم يمرك محمد إسماعيل الحداد الآن، إسماعيل الحداد يراوغ دائما المحاولة مستمرة. وكيف ياسين الصالحي صاحب التمريرات الحاسمة والخطيرة، دائما المحاولة الآن، محاولة لصالح فريق الرجاء البيضاوي، مجهود كبير والإبعاد. المدافعين الأوسطين لفريق الحسنية بذلوا مجهودات كبيرة. محاولة الآن، محاولة سفيان طلال خلال المحاولة. سفيان طلال، ماذا سيفعل سفيان طلال؟ ينفرد سفيان طلال، ينتظر المساندة، ولكن سيبحث عن ركنية. سفيان سيبحث عن ركنية، ذكي ذكي سفيان طلال. غير من معالم المباراة بعد هدف باغت خالد العسكري كما باغت الحائط البشري فريق الرجاء البيضاوي. اسماعيل الحداد يهيئ هذه الكرة، محاولة الآن. سفيان طلال شنو غادي يعمل الآن؟ يبحث عن تمرير ضائعة. آخر هجمة، آخر هجمة، آخر هجمة بالنسبة لفريق الرجاء البيضاوي. 95 دقيقة و40 ثانية دائما. أوساكون الآن، الآن في محاولة ياسين الصالحي، ياسين الصالحي من كاروشي، وتضيع وضربة مرمى، والتيازي